يعني لما اقول مثلا انا اردني صاحب محتوى هادف، يقول لك اي في ترى فلان صح. طب فلان عمي هذا هو شخصا اجتهد عن نفسه، واحنا قاعدين نعاير بذلك الان، يعني اسمح لي الكلام، نعاير بذلك. صح. بعدين خلينا منطقيين، يعني سابقا كان الهبيل ما يعرفوا الا امه وابوه واخوانه، بس الان بسبب احنا بنتباهى فيه، يعني عليك يمسكون تفضل يلا روح اطلع. هذا الأمر إذا أنت ما عندك الواعز الداخلي تمام لحفظ كرامتك ومروءتك تمام، وحفظ مروءتك العربية بظهورك على الشاشة، ترى والله لو تشجعك الدنيا كلها ما راح تتشجع. لما تقف أمام كاميرا تعرف أنه في ناس كثير راح يشاهدونك، صح. في ناس كثير راح تمام تنعكس تربية أهلك برؤيتهم لك. نعم. فأنت المفروض أنك تعبر أول شيء عن تعليمك الإسلامية بطريقة جيدة وإيجابية. نعم. والمفروض أنك تعبر عن تعاليم بيئتك. صرنا نخجل أحيانا أن ينظرون نظرة إلى الوطن كامل بشخص قدم محتوى هابط. هم الآن لما يتجهون للشهرة أنه يعني يريد جمهور، طيب أنا أريد جمهور أنا لما يشوفني يحترمني، مش جمهور لما يشوفني يتمسخر علي. صح.